الاهلي بيكسب بنتيجه كبيره جدا 4-1. انا قلت لكم الاهلي افضل فرقه في مصر بتلعب كوره في الفتره الحاليه. الاهلي بيتفوق وبهدوء، بيكسب انبي كده بالراحه وبالاربعه. 4-1. الاربع اهداف لسعد سمير والجونيور اجاييه في الشوط الاول، وكان 2-1. صلاح محسن كان احرز الهدف الوحيد لانبي في الشوط الاول، والشوط الاول خلص 2-1. وفي الشوط الثاني قدر وليد ازارو واحمد الشيخ ان هم يحرزوا الهدف الثالث والرابع للنادي الاهلي. وليد ازارو كوره كده جوه ال 18 حطها برجله، خبطت في القائم ورجعت له، راح حاططها بدماغه. واحمد الشيخ في نهايه المباراه في الوقت الضايع في الدقيقه 92 احمد الشيخ بيحرز الهدف الرابع. 4-1 لصالح النادي الاهلي، والاهلي بيروح للمركز الثاني ب 22 نقطه، ولسه النادي الاهلي ناقص له 4 لقاءات مؤجله. يعني بيقرب النادي الاهلي من الاسماعيلي اللي عنده 26 نقطه، والاسماعيلي لاعب 3 ماتشات زياده عن النادي الاهلي. الاهلي ماشي بخطى ثابته نحو العوده لقمه الدوري الممتاز، وفوز بكل سهوله النهارده على نادي انبي. وايه الفوز بالاربعه 4-1. مبروك كابتن وائل، نتيجه كبيره للنادي الاهلي. وزي ما قلت الاهلي بيكسب بالراحه خالص. حتى كابتن حسام بدري بدا في الشوط الثاني ينزل باكا واحمد الشيخ واحمد ياسر ريان، يعني حتى تغييرات الهدف منها اعطاء الفرصه، وبيشوف لعيبه جديده كمان مش موجوده كانت الفتره اللي فاتت. الله يبارك فيك كريم، ومبروك للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ومجلس اداره النادي الاهلي الجديد بقياده الكابتن محمود الخطيب وجماهير اكيد النادي الاهلي. مباراه من ضمن المباريات المهمه للنادي الاهلي وضد خصم او ضد منافس عنيد وليه تاريخ من العند مع النادي الاهلي زي انبي. فالنادي الاهلي بيحصد 3 نقاط مهمين جدا في مشواره، وزي ما انت قلت لسه فاضل له عدد من المباريات المؤجله اللي لو وفق فيهم اكيد هيوصل لقمه الدوري مستريح وبفرق 5 نقاط. برضه لو منافسه او اقرب منافسين النادي الاسماعيلي فضل يكسب هو كمان المباريات بتاعته. النادي الاهلي النهارده يعني لعب مباراه خلصها من الشوط الاول، خلصها من بدايه الهدف اللي احرزه سعد سمير. المباراه يعني انتهت كمان بالهدف الثاني. فعايز تطلع معايا كابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي انبي، ونقول له هارد لك النهارده. ولكن الاهلي كان متفوق في معظم فترات المباراه. الانبي قرب فقط لما جاب صلاح محسن الهدف الاول، وبعدين وليد ازارو بقى وسع الفرق تاني. كابتن ايهاب ازي حضرتك؟ كابتن كريم وتحياتي لكباتن مصر. الله يخليك كابتن ايهاب. الحمد لله. ازيك كابتن سامي وكابتن وائل؟ ازيك يا ايهاب حضرتك ايه؟ الحمد لله. اولا انا بشكرك طبعا انت داخل بتتكلم وانت خسران، وخسران 4-1، يعني نتيجه برضو مش قليله، نتيجه كبيره شويه. شايف اسباب هزيمه انبي ايه النهارده من النادي الاهلي يا كابتن ايهاب؟ والله هي حاجات كتير. الحاله كلها لكل اللعيبه، مش هنقول ديفنس او غيره سيئه. بدايه انا كانت جيده من وجهه نظري. الاول ربع ساعه وجالنا فرصه او اتنين، بعد كده احنا ادينا طبعا الهدف فتح شويه الملعب مع عدم تركيز شويه من الديفنس عامه، لكن الفرقه كلها. الهدفين طبعا احبطوا اللعيبه شويه، لكن الحاله كانت باينه ان في يعني اللعيبه كلها مش يومهم، وهو ماتش سيء يعني في كل المباراه مباراه سيئه جدا. لكن ان شاء الله نحاول نشوف ايه اللي ممكن نعمله، واشوف انا دماغي انا ايه اصلا اشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان انا برضو مش هروح حته واخسر اللي انا عملته. فهنشوف اللعيبه قادره او النادي يعني قادر ان هو يعمل حاجه ان شاء الله نعملها. اللعيبه مش هتبقى قادره متعوده على حاجه معينه، مش هقدر اتعود عليها. ما هيبقى العمليه بالنسبه لي صعبه، لكن هم عملوا بمجهود كبير النهارده، لكن بدون تركيز وبدون نظام كبير. يعني متاخرين شويه في القرارات بتاعتنا، ما فاتحين الملعب قوي في شويه حاجات. ايوه بنحاول نطلع واحنا مش شغلتنا ان احنا ما بنعملش اوفسايد. ما بعملش، انا ما بلعبش على التسلل. لكن ده احنا قلنا على فكره في الاستوديو ان امبي ما بيلعبش على التسلل. فوجئنا برضه لعيبه امبي، بس خلي بالك هم متعودين شويه يا كابتن، بقالهم فتره بيلعبوا بالطريقه دي، فحضرتك هتاخد وقت شويه عقبال ما تخليهم يغيروا الموضوع الاوفسايد. ما انا بحاول اغير في اللعيبه نفسها اللي هي مش نوعيه اللعيبه كده هي بحاول اغير فكرهم شويه وبنتحمل اخطائهم برضه. ايوه. وفي الاول والاخر احنا كلنا خسرنا وانا قبليهم، لان ده في الاول والاخر انا متحمل مسؤوليه ومش هحمل حد مسؤوليه، لكن هشوف انا اقدر اعمل ايه ان شاء الله. كابتن ايهاب النهارده لك معاك الشاشه. ايوه كابتن سام، ربنا يخليك. ازي صحتك؟
امكانيات تغيير شيباني دي يا كابتن، شيباني تراوري ده انك تخرجه وتنزل واحد تحت الفراد او الفرد، انا قلتها هنا بس ما توقعتهاش بدري، يعني ما توقعتهاش تبقى بين الشوطين. انا قلت كابتن هبه يعمل التغييره دي ان هو ممكن يحط كذا مكان كذا، بس هتبقى بعد شويه. ايه فكره حضرتك انك عملتها بين الشوطين بدري يا كابتن ايهاب؟ والله انا كنت هبتدي كده اصلا بشكل الماتش ده. وبعدين قلت فعود يبقى عنده سرعه شويه، يقدر يلعب بره بيدافع كويس، ما يحصلناش مشاكل برضه. لكن كانت كل الفرق عندنا مشاكل في نص الملعب كبيره، والديفنس طبعا اتفتح شويه لان نص الملعب ما كانش موجود اصلا. فهي حاله اللعيبه كلها، عشان كده نزلت توبه، عشان كده نزلت توبه تاني مكان محمد مجدي عشان تقفل نص الملعب. قلت يعني الماتش ممكن يخلص كده، او ممكن لو النادي الاهلي اهمل شويه تقدر تعمل حاجه. لكن هو طبعا احنا مش يعني بره الماتش النهارده، يعني الفرقه كلها كانت بره الماتش، وانا اقول لهم انا يعني في الاول والاخر انا متحمل المسؤوليه، وان شاء الله ربنا يسهل نشوف نقدر نعمل ايه ان شاء الله. نشكرك كابتن ايهاب ونتمنى لحضرتك التوفيق وهارد لك النهارده ان شاء الله يعني بالتوفيق في اللقاءات القادمه النادي امبي. رأسية الكور بتاعت سعد سمير، الكورنر اترفع على الزاويه القريبه، طار سعد بدماغه وحط الهدف الاول، وبعدين اضاف جونيور اجاييه هدف عالمي، عدى من ناحيه الشمال وحطها بيمينه في المقص في الزاويه البعيده على شمال علي لطفي. كان الهدف الثاني هدف رائع جدا، وكان قلنا خلاص الاهلي خلص الماتش و2-0 وخلاص، والاهلي مسيطر، الاهلي مستحوذ. ولكن جه صلاح محسن داخل منطقه الجزاء، خد واحده عرضيه كده على الارض، حطها برجله الشمال في الزاويه البعيده لمحمد الشناوي، وبقت النتيجه 2-1. مباراه قريبه جدا، مباراه حلوه، يعني متفرج على ماتش كده اهلي وامبي وفي 2-1 الشوط الاول، وفي كوره وفي اداء وفي استبسال من الفريقين، تتفرج على شوط تاني حلو. فخلينا نشوف راي كابتن سامي الشيشيني وكابتن وائل رياض في الشوط الاول، وتقدم النادي الاهلي 2-1 على امبي، وتعادل النهارده الزمالك والرجاء، وفوز الاسيوطي سبورت 2-1 على طنطا في اولى لقاءات الاسبوع ال 12 يا كابتن سامي. شوط من اروع ما يكون. يمكن على عكس التوقع بتاعنا امبي فاتحه الجيم، وده على فكره كانت هتسبب لها مشاكل كبيره جدا، لان اصبح في عز هم بيضغطوا عندهم مساحات واسعه ورا، في تمريرات من عبد الله السعيد، في سرعات في اجاييه وازارو ووليد سليمان، وهنقولها بالتفصيل كميه فرص كان ممكن الجيم يبقى يخلص مش اقل من 5-6 للنادي الاهلي، ولكن في توفيق لعلي لطفي، في سوء توفيق من لعيبه النادي الاهلي. يمكن بدايتها كانت في الدقيقه 7. في الدقيقه 7 علي فوزي بيرجع الكوره لورا، اداهم انفراد لازارو لوحده هو والمرمى، وده كان مبكرا جدا ان الاهلي يكسب 1-0 على انبي، راح انفراد تماما وحطها فوق العرض. في واحده اتعملت طوليه برده لازارو، قام بدور الليبرو على لطفي وطلعها من قدامه، لكن طلعها قصيره، تروح لاجاييه استلم وضغط عليه على لطفي، على لطفي ضغط وراه الكوره، لف اجاييه وحطها في المرمى الخالي، تيجي بجوار القائم، انفراد بعدها لعبد الله السعيد تماما بالمرمى، حطها بالشمال صدها على لطفي تطلع كورنر. نفس الكوره دي هي اللي جه منها الكورنر بتاع الهدف، وليد سليمان حطها في ال 18. لعيبه النادي لعيبه انبي ما بيمسكوش مان، هو حاططهم مكان كابتن هاب جلال في اماكن كده بتحطها جوه ال 18 في السته، اللعيبه مش ماسكه حد، قطع من قدامهم كلهم سعد سمير وحطها بالراس في المرمى. بعدها على طول برضو اتعملت واحده ما بين ازارو وليد سليمان عبد الله السعيد، انفراد لازارو حطها، راح انفراد بقى 2 على 1، هو بدل ما يحطها في المرمى حب يلعبها الاجاييه عشان يضمنها ان هو لوحده هو المرمى، حطها لكن قطع من قدامهم علي فوزي لما قطع حطها في المرمى بتاعه، جري طلعها من جوه على لطفي. انا كميه بقول لك على كميه فرص كتير جدا. في كوره بعدها على طول اتعملت من عبد الله السعيد بينيه الاجاييه، لعبها الازارو لتحت، استلم فين بقى ازارو يا كريم؟ على 6 ياردات، وقف وشاف المرمى تماما قدامه وراح حاطها في العرض، ودي كانت غريبه جدا بالنسبه لنا، ان الراجل استلم وريح وحطها في القائم. برضو عبد الله السعيد عمل بينيه اجاييه، واحده ثانيه اللي هو راح وحطها 1-2 ما بين عبد الله واجاييه، راح حطها اجاييه فين؟ في البعيده، الهدف اللي جابه اجاييه. طبعا يمكن بعدها برضو على طول يمكن كان في ازارو انفراد طلع عليه علي لطفي، حب يعملها تشيب من فوق، كانت جوه ال 18 من ناحيه الشمال، حب يعملها تشيب، رجليه شاطت الارض ولكن جت من تحت على لطفي. انا بقول لك كميه فرص، انا نفسي مش مصدق ان ام بيجي عليها كميه الانفرادات دي والفرص دي. يمكن ام بي ملوش غير يمكن فرصتين، الفرصه اللي هي اتعملت ابو بكر سددها وصدها الشناوي، لكن الهدف طبعا اتعملت عرضيه كانت ضعيفه، عرضيه اتعملت اللي هي حطها ببطن رجله يمكن صلاح محسن وحطها هدف. لكن في كوره بقت بعدها على طول يا كريم، تسديده شاطها محمد مجدي قفشه من حوالي 30 يارده، بيمسكها الشناوي راح تقع من وراه، وقعت من ايده، حظه ان هو بره المرمى، لكن صح. دي لو مسكها
وهو بيمسكها وهو جوه المرمى كان ممكن تبقى هدف لان هي جت من وراه وراحت كورنر، لكن شوط حلو، شوط فيه فرص كتير جدا. الاهلي ما استثمرش الفرص اللي جات له. 2-1 اتصعبت على النادي الاهلي، ادت ثقه لفرقه انبي، واعتقد ان لازم الاهلي يجيب الهدف الثالث عشان يقتل الجيم. هذه المباراة برعاية زيوت بتروناس من أبو غالي موتورز. اتصل على